السلام عليكم طلاب وأبطال تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الثالث معانا في التاريخ اللي هو بعنوان مصر في عصر الفاطميين. مصر في عصر الفاطميين؟ أيوة، ألا مين هم أصلا الفاطميين؟ بيقول لك إن الدولة الفاطمية هي دولة قامت في بلاد المغرب العربي اللي هي تونس وليبيا والجزائر والمغرب، وكانت كل هدفها هي أخذ ممتلكات وإسقاط دولة الخلافة العباسية. ثواني بقى نفهم، هي مش الدولة الفاطمية دولة مسلمة؟ هقول لك ايوه. والدولة العباسية برضو دولة مسلمة؟ هقول لك مظبوط. طب ازاي دولة مسلمة تحارب دولة مسلمة؟ هقول لك لان الدولة الفاطمية هي دولة مسلمة ولكن شيعية، والدولة العباسية هي دولة مسلمة ولكن سنية، ففي اختلاف كبير جدا لحد الان بين اتباع المذهب السني وبين اتباع المذهب الشيعي. فكانت الدولة الفاطمية الشيعية هدفها وحلمها من أول لحظة قامت فيها هي أخذ ممتلكات الدولة العباسية السنية. طيب هي الدولة العباسية أصلا بتسيطر على أي من الدول؟ هقول لك بتسيطر على الشام والحجاز وبالتأكيد مصر. فكانت مصر هي أول مطمع للدولة الفاطمية، لأن من خلال مصر هتقدر تسيطر على الشام والحجاز، وبكده يبقى قدرت تحقق هدفها وهي السيطرة على ممتلكات الدولة العباسية. طب ممكن برضو يجي في بالك سؤال، اشمعنى الشام والحجاز عايزة تسيطر عليهم الدولة الفاطمية؟ هقول لك علشان تأخذ من الدولة العباسية المكانة الدينية. مكانة دينية ازاي يعني؟ مش فاهم. لان في الشام هتلاقي عندك المسجد الأقصى اللي في فلسطين، وفي الحجاز الحرمين الشريفين اللي هي الكعبة المشرفة في مكة والمسجد النبوي في المدينة. فلما تسيطر الدولة الفاطمية على هذه الأماكن المقدسة عند المسلمين فبكده هتزداد مكانة الدولة الفاطمية الدينية. طيب ما تيجي كده نشوف كيف تم استيلاء الفاطميين على مصر. بيقول لك أرسل الفاطميين 3 حملات عسكرية تولى قيادتها خير قادة الجيش الفاطمي. طب ليه؟ لضرب الخلافة العباسية في أغلى ممتلكاتها وهي الاستيلاء على مصر بكل خيراتها. يعني نفهم من الكلام ده إن مصر على كده كانت مهمة جدا بالنسبة للفاطميين، اللي يخليهم يبعثوا 3 حملات عسكرية ويبعثوا أفضل قادة الجيش الفاطمي يوضح لك إن مصر كانت مهمة جدا بالنسبة للفاطميين، لأن أخذ مصر بكل خيراتها من الدولة العباسية ده هيكون ضربة كبيرة جدا بالنسبة للعباسيين، لأن اقتصاد مصر القوي كان بيعادل اقتصاد الدولة العباسية نفسها زي ما قلنا في الدرس اللي فات. طيب هل نجحت الدولة الفاطمية في أخذ مصر بعد ال3 حملات العسكرية؟ هقول لك الإجابة لا، فشلت بسبب تصدي القادة العباسيين لهم. ولكن بعد وفاة كفور الإخشيدي وضعف الدولة الإخشيدية في مصر زي ما عرفنا برضه في الدرس اللي فات، انتهز الفرصة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وأرسل قائده جوهر الصقلي وخرج بجيشه من مدينة القيروان اللي هي في تونس حاليا لحد ما قدر يوصل إلى مدينة الإسكندرية واستطاع دخولها سلما. وهناك بقى دارت مفاوضات الصلح بين جوهر الصقلي والمصريين، وبما إننا إحنا كمصريين شعب مسالم زي ما قلنا قبل كده فطلبنا الأمان من جوهر فأعطانا الأمان، وبكده تبقى مصر انتهت من حكم الدولة الإخشيدية والخلافة العباسية بشكل نهائي، وأصبحت مصر ولاية تابعة للدولة الفاطمية. وبكده تبقى الدولة الفاطمية امتدت من افريقيا غربا الى البحر الاحمر شرقا، وبرضه اصبحت الخلافة الفاطمية في مصر منافسا قويا للخلافة العباسية في بغداد. طيب تعالوا كده نشوف ايه هي مراحل الدولة الفاطمية في مصر. هنلاقي ان الدولة الفاطمية مرت ب3 مراحل في مصر. اول مرحلة بنقول عليها مرحلة التأسيس والاستقرار، وتاني مرحلة هي مرحلة القوة، وتالت مرحلة هي مرحلة الضعف وسقوط الدولة الفاطمية. يبقى الدولة الفاطمية مرت بكم مرحلة في مصر؟ 3 مراحل: مرحلة التأسيس والاستقرار ومرحلة القوة ومرحلة الضعف وسقوط الدولة الفاطمية. طيب تعالوا كده ناخدهم واحدة واحدة. مع أول مرحلة وهي مرحلة التأسيس والاستقرار هنلاقي إن في 2 حكموا مصر في هذه المرحلة. الأول هو القائد جوهر الصقلي اللي هو زي ما قلنا القائد الفاطمي اللي دخل مصر وخلاها تابعة للخلافة الفاطمية. طب هو جوهر
جوهر الصقلي حكم مصر كام سنة؟ بيقول لك حكم مصر 3 سنوات نائبا عن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. طب هو عمل ايه في مصر خلال الفترة اللي حكمها فيها؟ بيقول لك عمل حاجة مهمة جدا، بس قبل ما اقول لك هي عايزين نبقى متفقين ان خلاص الدولة الفاطمية عايزة تستقر في مصر وتخليها مركز ودار للخلافة، يعني من مصر هتحكم الدولة الفاطمية كل ممتلكاتها، فهتبقى مصر بالنسبة للفاطميين زي بغداد بالنسبة للعباسيين، فبالتالي لازم تكون في عاصمة جديدة لدولة الخلافة الجديدة اللي هتحكم مصر. فقام جوهر الصقلي أول ما وصل مصر بالتحديد عند الفسطاط نزل في مكان اللي بنى فيه مدينة القاهرة لتكون مقر الحكم الفاطميين وعاصمة للدولة الجديدة. يبقى مين اللي بنى مدينة القاهرة؟ هتقول له جوهر الصقلي. طب بناها ليه؟ لتكون مقر الحكم الفاطميين وعاصمة للدولة الجديدة. طيب كلام زي الفل. مين هو تاني واحد حكم مصر في مرحلة التأسيس والاستقرار؟ هتقول له هو الخليفة المعز لدين الله، وهو أول خليفة فاطمي حكم مصر. وركز هنا، أنا بقول أول خليفة فاطمي حكم مصر، مش أول الخلفاء الفاطميين، لأن هو رابع الخلفاء الفاطميين بشكل عام، بس هو أول خليفة فاطمي يحكم مصر. خليك مركز في النقطة دي كويس. طيب بيقول لك عندما تأكد المعز لدين الله من تثبيت دعائم ملكه في مصر واستقرار الخلافة الفاطمية بها وانقطاع الخلافة العباسية عنها، ذهب وانتقل إليها. طب هو المعز لدين الله عملية أول ما راح مصر؟ بيقول لك بدأ في تكوين حكومة قوية. طب هو ليه عايز يعمل حكومة قوية؟ بيقول لك لإحداث تغيرات ملموسة في المظاهر الدينية والعلمية والاجتماعية في مصر. ثواني بس عشان نفهم، هو ليه المعز لدين الله عايز يعمل تغيرات في المظاهر الدينية والعلمية والاجتماعية في مصر؟ لأن زي ما لسه قايل لك إن الدولة الفاطمية هي دولة شيعية، ومصر كانت تابعة للدولة العباسية السنية، فكان لازم يعمل تغيرات في كل المظاهر سواء بقى الدينية أو العلمية أو الاجتماعية. طيب وعمل ايه كمان؟ بيقول لك جعل مصر قلبا للعالم الإسلامي ومركز للدعوة الفاطمية. لا ومش بس كده، ده بسط نفوذه وإمامته، يعني وسع حدود الدولة الفاطمية في بلاد الشام لحد ما وصل إلى حلب وفي الحجاز اللي هي منطقة الحرمين الشريفين، بالإضافة إن هو معاه مصر وبلاد المغرب. ولو فاكرين إن هو ده الهدف الأساسي من سيطرة الفاطميين على مصر، إن هم يستولوا على ممتلكات الدولة العباسية، وبالفعل استطاعوا فعل ذلك. طيب لحد هنا كله تمام. تعالوا بقى نخش على تاني مرحلة، وهي مرحلة القوة. بيقول لك بعد الخليفة المعز لدين الله تولى عدد من الخلفاء الفاطميين حكموا مصر، تميز عصرهم بالقوة، فكان لهم دور ملموس في استقرار الدولة. طب زي مين مثلا؟ بيقول لك زي الخليفة العزيز بالله. هو مين العزيز بالله؟ ده ابن الخليفة المعز لدين الله، يعني تولى الحكم بعد وفاة أبيه. أيوة، يبقى لاحظ هنا إن نظام الحكم وراثي، الأب يموت يتولى الابن مكانه. طب والعزيز بالله عملية؟ بيقول لك تميز عهد العزيز بالله بحاجتين مهمين جدا، هي هما أول حاجة تميز عهده بالقوة العسكرية. طب اثبت لي، دلل على كلامك. بيقول لك لأن في أول عهده نجح في هزيمة القرامطة. القرامطة هم مين القرامطة دول؟ هم دولة إسلامية برضو، وبالمناسبة كانت على المذهب الشيعي زي الفاطميين، بس كانت من أكتر الدول سفكا للدماء، وسرقوا الحجر الأسود من الكعبة وعملوا حاجات كتير مش مهم نعرفها، بس المهم نعرف إن الخليفة العزيز بالله قدر يهزمهم. وكمان حارب الدولة البيزنطية في حلب اللي هي في الشام. الدولة البيزنطية أيوة اللي هم الروم، وكمان اهتم بالشام وشؤونها. يبقى لما يسألني دلل تميز عهد الخليفة العزيز بالله بالقوة العسكرية، هقول له لأنه نجح في هزيمة القرامطة وحارب الدولة البيزنطية في حلب واهتم بالشام وشؤونها. طيب وإيه هي الحاجة التانية بقى اللي تميز عهده بيها؟ بيقول لك تميز عهد الخليفة العزيز بالله بالأعمال العمرانية. طب وإيه دليلك على الكلام ده؟ بيقول لك ازدهرت في عهده حركة الإنشاء والتعمير، حيث انشئت وجددت صروح ومنشآت عديدة. طب زي إيه مثلا؟ اديني أمثلة. بيقول لك مثل قصر الذهب وجامع القرافة أو جامع الأولياء وقصور عين شمس، كل دي منشآت تمت في عهد الخليفة العزيز بالله، اللي بتدل إن عهده تميز بالأعمال العمرانية. يبقى من الخليفة اللي تميز عهده بالقوة العسكرية والأعمال
أعماله العمرانية؟ هتقول له هو الخليفة العزيز بالله. طيب تعالوا كده نخش على تاني خليفة في مرحلة القوة، وهو الخليفة الحاكم بأمر الله. برضه الحاكم بأمر الله تولى الخلافة بعد والده العزيز بالله، وكان صغير السن. وبيقول لك ان الحاكم بأمر الله كان غريب الأطوار في شخصيته. يعني ايه مش فاهم؟ يعني شخصيته كانت غامضة، او نقدر نقول متناقضة. ازاي برضه يا مستر؟ ممكن توضح لي اكتر؟ يعني مثلا العلماء ما كانوش عارفين يفسروا شخصيته ما بين الشجاعة والجبن، وبين الإقدام والإحجام، وبين الشدة واللين. فكانت شخصية مضطربة متناقضة مع المؤرخين والعلماء، مش كانوا عارفين يفسروها هل هو كويس ولا وحش. بس بالرغم من كل ده استطاع إقرار الأمن والقضاء على الفوضى التي كانت سائدة في أول عهده. يعني بالرغم من كل الانتقادات اللي في شخصيته برضه كان حاكم قوي، وقدر يقر الأمن في البلاد ويقضي على كل الفوضى اللي كانت موجودة في أول عهده. طيب تعالوا كده نخش على ثالث وآخر خليفة في مرحلة القوة، وهو الخليفة المستنصر بالله. المستنصر بالله تولى الخلافة بعد أبيه الظاهر لإعزاز دين الله. وعايزك تركز لي شوية مع المستنصر بالله، لأن في عهد الخليفة المستنصر بالله وصلت الدولة الفاطمية إلى أكبر اتساع بدون منازع، لأن بيقول لك في عهده مد نفوذه إلى بلاد الشام والحجاز وصقلية بجانب شمال أفريقيا. طيب يا مستر، احنا عارفين بلاد الشام وعارفين الحجاز وعارفين برضو شمال أفريقيا، اما بقى صقلية احنا ما نعرفهاش. هي موجودة فين بالظبط؟ هقول لك موجودة في جنوب اوروبا. جنوب اوروبا؟ ايوه. يبقى كده نعرف ان الدولة الفاطمية امتدت في عهد الخليفة المستنصر بالله في الثلاث قارات، قارة اسيا وافريقيا واوروبا. هقول لك مظبوط، لان بلاد الشام والحجاز في اسيا وصقلية في اوروبا بالاضافة الى شمال افريقيا. طيب وعمل ايه تاني؟ بيقول لك استمال القائد العباسي ارسلان البساسيري حتى اقام له الخطبة على منابر بغداد عام كامل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القائد العباسي اللي كان اسمه ارسلان البساسيري فضل يدعي للخليفة الفاطمي المستنصر بالله على منابر بغداد اللي هي مركز ودار حكم الخلافة العباسية لمدة عام كامل. انت متخيل معايا مدى القوة اللي وصلت لها الدولة الفاطمية في عهد المستنصر بالله، ومدى الضعف اللي وصلت لها الدولة العباسية؟ وما انتهتش هذه الفوضى ورجعت هيبة الدولة العباسية إلا بعد أن جاء السلاجقة فأعادوا للخليفة العباسي هيبته مرة أخرى. والسلاجقة دول يا شباب هي دولة نشأت في بلاد المشرق الإسلامي، وكانت على المذهب السني زي دولة الخلافة العباسية، وكانت من أقوى الدول، وتقدر تقول هي كانت الوصية أو الحامية لدولة الخلافة العباسية بعد ضعفها وبعد كل العظمة والقوة والتوسع اللي كانت في عهد الخليفة المستنصر بالله يحصل في أواخر عهده ما لم يكن في الحسبان. خير حصل ايه؟ بيقول لك حصلت أزمة اقتصادية شديدة جدا بسبب انخفاض منسوب مياه نهر النيل، سميت بالشدة المستنصرية نسبة إلى الخليفة المستنصر بالله. وعايزك تتخيل مدى الجوع والأوبئة والأمراض مثل الطاعون اللي انتشر في مصر، ده لدرجة إنه كان بيموت في مصر من شدة الجوع 10,000 نفس، ولم يعد يرى في الأسواق أحد. ما كنتش تلاقي حد في السوق، والأرض لم تجد من يزرعها، ده لدرجة ان الخليفة المستنصر بالله باع كل ممتلكاته ونزحت امه وبناته الى بغداد، راحوا الى مقر الخلافة العباسية نفسها، وساء به الحال حتى ان بعضهم ممن كانوا في بعض اليسر كانوا يتصدقوا عليه بما يأكله في يومه. انتم متخيلين درجة الجوع والفقر اللي وصلت له مصر في اواخر عهد المستنصر بالله؟ هو نفسه كانت الناس بتعطف عليه، فما بالك باقي الشعب المصري؟ فسبحان الله المعز المذل. تعالوا بقى نخش على آخر مرحلة في الدولة الفاطمية، وهي مرحلة الضعف وسقوط الدولة الفاطمية. بيقول لك كانت هذه الفترة من أضعف الفترات السياسية في تاريخ مصر الإسلامية. بدأت مصر تبقى ضعيفة سياسيا، وده طبعا بسبب ضعف الخلفاء الفاطميين، وتبدأ من عهد الخليفة المستعلي بالله. وطبعا الضعف ده كان ليه عدة أسباب، منها
منها مثلا واحد ضعف الخلفاء وتسلط الوزراء، بيقول لك من بعد الخليفة المستنصر بالله بدأ يدب الضعف في الخلفاء الفاطميين. لا وكمان الوزراء كانوا هم اللي عايزين يحكموا مصر مكان الخليفة، يبقى تسلط الوزراء على الحكم. طيب ده ناتج عنه ايه؟ بيقول لك الامر الذي جعل الخلفاء يشتركون في المؤامرات والدسائس للتخلص منهم. الخليفة الفاطمي بنفسه بيعمل مؤامرات ودسائس علشان يقدر يتخلص من الوزراء اللي عايزين يحكموا مكانه. لا وكمان الوزراء نفسهم كانوا بيتصارعوا على كرسي الوزارة لدرجة ان استعان الوزراء بالقوة الخارجية. يبقى تاني سبب من اسباب ضعف وسقوط الدولة الفاطمية هي استعانة الوزراء بالقوة الخارجية. طيب زي مين مثلا؟ بيقول لك ان في وزير اسمه شاور راح واستعان بنور الدين محمود، والوزير التاني اسمه درغام راح واستعان بملك صليبي اسمه عموري. طب هو مين اصلا نور الدين محمود ومين عموري؟ بيقول لك نور الدين محمود هو قائد مسلم في بلاد الشام على المذهب السني تابع للخلافة العباسية، وعموري هو ملك بيت المقدس واللي كان صليبي يعني على الديانة المسيحية، لان في الوقت ده الصليبيين كانوا محتلين ومسيطرين على بيت المقدس. يبقى ادى الصراع بين شاور ودرغام الى الاستعانة بالقوة الخارجية في بلاد الشام، حيث استعان شاور بنور الدين محمود ودرغام بعموري. وهنا هنلاقي انه ثالث سبب من اسباب ضعف وسقوط الدولة الفاطمية هي محاولات الصليبيين القضاء على الدولة الفاطمية والاستيلاء عليها، لانه دار صراع بين قوات نور الدين محمود الذي ارسل القائد اسد الدين شيركوه ومعاه ابن اخوه صلاح الدين الايوبي علشان يواجهوا القوات الصليبية بقيادة عموري ملك بيت المقدس الذي حاول الاستعانة بالامبراطور البيزنطي لتحقيق حلمه في الاستيلاء على مصر، ولكن قوات نور الدين محمود لم تسمح له بذلك، فدارت بينهم عدة معارك في بلبيس والاسكندرية. طيب والمعارك دي ادت الى ايه؟ بيقول لك ادت الى انسحاب عموري وجيشه وضياع حلمه في الاستيلاء على مصر. يعني عموري والجيش الصليبي ما قدرتش تواجه جيوش نور الدين محمود بالظبط كده. وبيقول لك كمان تمركز قوات نور الدين محمود في مصر، خلاص قالوا احنا جينا مصر ومش هنخرج منها تاني، فقام الخليفة الفاطمي العاضد بتقليد الوزارة لأسد الدين شيركوه. يبقى بكده القائد أسد الدين شيركوه بيجي هو الوزير الفعلي لمصر بعد هزيمة القوات الصليبية بقيادة عموري. ورابع سبب من أسباب ضعف وسقوط الدولة الفاطمية هو قضاء صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطمية في مصر. مش صلاح الدين الأيوبي يبقى ابن أخوه أسد الدين شيركوه؟ أيوه هو مظبوط. بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه جعل الخليفة الفاطمي العاضد الوزارة في يد صلاح الدين الأيوبي، وبيجي هو الآمر الناهي في أمور الحكم في مصر. وبعد وفاة الخليفة العاضد عام 567 هجرية أسقط صلاح الدين الدولة الفاطمية وأصبح هو الحاكم الفعلي لمصر، ولقب بالسلطان الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب. ومن هنا بدأ عصر جديد في مصر وهو عصر الدولة الأيوبية، وده اللي هنعرفه إن شاء الله بالتفصيل في الدرس اللي جاي اللي هيكون بعنوان مصر في عصر الأيوبيين والمماليك. علشان كده ما تنساش إنك تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان تشوف باقي المنهج إن شاء الله، وأشوفكم على خير في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم.